السلام عليكم. النهارده حلقه جديده من برنامج باكورد، معكم اسلام وتاكا. ليه كل ما نغير مدرب بنبدا من الصفر؟ ليه الاهلي والزمالك بيصرفوا ملايين وفي الاخر بيتفاجئوا ان الفريق مش متكامل؟ السر في الراجل اللي ورا الكاميرا. المدير الرياضي هو الراجل اللي بيتحكم في النادي كله من غير ما يلبس فانلة وشورت. المدير الرياضي لازم يكون شخص مؤهل كرويا وفنيا، مش مجرد نجم معتزل او اداري محب للاداره. في اوروبا بيكون غالبا لاعب سابق بس دارس اداره رياضيه وخبره في سوق الانتقالات. واحنا بقالنا فتره بنسمع ان الانديه في مصر ناويه تعين مدير رياضي يكون مسؤول عن النادي من الالف للياء، وهو بالاخص نادي الزمالك هيعلن خلال ايام بعد ماتش بيراميدز عن وجود مدير رياضي هيكون مسؤول عن كل شيء في النادي. وطبعا الاهلي عملها وخلى مدير رياضي هو مدير الكوره وكان الكابتن محمد رمضان، بس الموضوع وصل للفشل لانه هو مش مؤهل لكده. المدير الرياضي هو اللي يبني شكل الفريق، هو اللي بيخطط لقدام، هو اللي بيختار المدرب المناسب مش المشهور، هو اللي بيشتري اللعيبه اللي تخدم الفكره مش الاسامي اللي تفرح الجمهور، هو اللي بيربط بين الاداره والمدرب، هو عقل النادي بس مش بيظهر في المؤتمرات الصحفيه. طب بيعمل ايه بتفاصيل اكتر عنه؟ اول حاجه بيحط هويه للفريق، يعني احنا مثلا بنلعب خطه هجوميه يبقى نجيب مدرب بيعمل كده. تاني حاجه بيشوف اللعيبه اللي الفرقه محتاجاها، يعني مثلا يجيب 3 وينجات وهو اصلا ما عندوش باك. تالت حاجه بيشتغل على الناشئين، مين يصعد وامتى وبناء على ايه ومش بالعشوائيه. رابع حاجه هو اللي بيبيع ويشتري صح، يشتري بمليون بس يبيع ب5 مش زي اللي بيحصل عندنا. تعال بقى نشوف احنا فين في مصر من ده. المدير الرياضي عندنا في مصر بيكون يا اما اداري يا اما نجم معتزل، وده اللي مخلي فريق زي الزمالك بيغير 5 مدربين في موسم واحد، او الاهلي اللي بيجيب مدرب كويس جدا بس اول ما بيمشي كل حاجه بتتغير. طب ليه؟ مفيش رؤيه ثابته. وجود المدير الرياضي بيساوي استقرار فني زائد شغل منظم زائد صفقات محسوبه زائد مستقبل واضح. غيابه بيساوي اللي احنا كل موسم بنبدا من الاول وبنصرف كتير ونرجع نشتكي ان الفرقه مش جاهزه. هو ده السبب ان فرق زي برايتون واشبيليه بتنافس وتكسب وتبيع وتشتري بمكسب، واحنا هنا لسه عندنا بنتخانق اللي مين اللي جاب الصفقه دي ومين اللي جاب المدرب ده. واخيرا قول لي في الكومنتات لو انت المدير الرياضي لفريقك اول قرار تاخده ايه؟ تسرح مين وتجيب مين وهتلعب بأنهي اسلوب؟ واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله مع حلقه جديده من برنامج باكورد، معكم اسلام وتاكا.